صباح الفل، صباح الجمال، صباح السعادة، صباح الرضا، صباح الهنا على عيونكم. احنا قلنا بقى ايه؟ الجو برد، ندفي نفسنا بشوية شوربة عدس. معانا ده ربع كيلو عدس غسلته وصفيته، ومعانا ليه دي جزرتين، بصلاية، طماطماية، شوية فصوص توم. الحاجات دي اللي هتسلق مع بعضنا، والنهارده هنعمله على طريقة جديسة الله يرحمها. تعالى، انا حطيت الحلة على النار فيها مية تغلي، وهنشوف هنعمل فيها ايه. تعالوا، ادي المية غليت اهي، يعني حاجة كده بمنتهى السهولة. هنفضي العدس بالمنظر ده، وهنحط عليه البصل والجزر والطماطم والثوم. انا بحب بهر من اولها، يعني بحب احط ايه بهاراتي من اولها. هنحط ايه؟ هنحط معلقه ملح، ومعلقه كمون، ولسه هنحط بهارات تاني في التقليه اللي هنعملها. وشويه فلفل اسمر، محبتش فلفل اسمر كتير. والاخر شويه كركم، والكركم ده اختياري، والكركم ده ما كانش في الوصفه القديمه بس انا بحب احطه. وللناس بقى اللي بتحب الحاجه السبايسي، بتحبي الحاجه سبايسي حطي، ما بتحبيش اوعي تحطي. دي حاجات اختياريه. قرنين حراقين، وهنسيبه لما يستوي ويدوب في السوا، ونشوف بعد كده المراحل بتاعته. ابسط منها مفيش. استنوني بقى في الخطوات الجايه. دلوقتي بقى هنبتدي نعمل ايه؟ هنعمل التقليه بتاعه الكشري، بتاعه العدس، مش الكشري، معلش. دول 4 فصوص توم دقتهم، وده عصير 4 طماطميات وبصلايه. هنخرطها ونشوف هنعمل له التقليه ازاي. هو طبعا شغال على النار، هنطفي عليها اهوت عشان نضربه الاول وبعدين نكمل. قطع البصله كده بطريقه عشوائيه، عادي ممكن تفرميه ناعم، تعمليه على المبشره في الكبه، بس انا بحب اقطعه كده، يعني بحب احس بيه وانا باكله. فقطعناها كده تمام. هناخدها بقى ايه، نروح على النار نشوف هنعمل ايه. يلا بينا. بصوا اهو كده العدس خلاص اتسلق، وانا هشيله من هنا دقيقتين بس يهدى وهنضربه ونعمل التقليه سوا. هنحط البصل على النار، هو ده اللي هيديله الطعم. نهوي الغطا من على العدس عشان ايه نعرف نضربه. كده البصل شغال اهو، وانا ضربت خلاص العدس. احنا مش هنحمره قوي، يعني هو في المرحله دي كده خلاص هنحط الثوم. الثوم ما بيتحطش من الاول. اول ما ريحه الثوم بقى خلاص كده تفحفح، هننزل عليهم ايه كام طماطميه اللي عصرنا. ونشرب بقى احلى شويه شوربه عدس وتدفينا.
بالمنظر ده. هننزل عليهم بعصير الطماطم. احلى صوت واحلى ريحه. هنحط شويه ملح، مش كتير عشان احنا حاطين ملح في العدس، شويه صغيرين. وبما ان فيها توم لازم نحط ايه، معلقه كزبره. وهنحط برضو شويه كمون كمان. وبرضو شويه فلفل، يعني هنحط شويه تشكيله بهارات تاني عشان الصلصه. وهنحط فيها رشه سكر صغيره. الفلفل انا ما بحطش فلفل كتير عشان ما تبقاش بس محرحره. رشه سكر صغيره عشان حموضه الطماطم. وشوربه العدس بعد ما ضربتها سواء تجيبها في الخلاط او في البلندر لو عندك، هرجعها تاني على النار وهولع عليها تاني. معلش كان التليفون هيقع مني. هنسيب دي بقى ايه تسبك لها شويه. والعدس احنا ايه ولعنا عليه تاني بعد ما ضربناه اهو بالمنظر ده. والصلصه دي مش يعني احنا ما بنسبكهاش بقى تسبيكه زي اللي احنا بنسبكها ونقطع قلبها، عشان خاطر الطعم بتاعها يدخل حلو في قلب العدس. الصلصه زي ما انتم شايفين كده اهي، لسه ما هي متسبكتش على الاخر. وهننزل بيها على العدس يكملوا الاتنين مع بعض. تعالوا بقى اقول لكم على الحته اللي هي بقى ايه، بقول لكم على طريقه جدتي. في نفس الطاسه وهنحطها على النار ونحط فيها شويه زيت صغيرين. بس انا هحاول انشفها، بس انا شطفتها كده بس بميه. ونقلب العدس نديله تقليبه. يا ربي بجد على الروايح، فكرني بالخير بتاع زمان. نحط شويه زيت ونقول بقى التكه القديمه دول. شويه رز مش شعريه، جبنا شويه رز وغسلناهم، هما بتاع حوالي 4 معالق رز اهم، غسلتهم وهنحطهم في الزيت نحمرهم بدل الشعريه. عرفت قلت بين القديم والجديد. زمان الشعريه دي بس المناسبات، لكن كان الاساسي عندهم هو ده. معلقتين الرز اللي بيحطوهم يحمروهم ويحطوهم ايه في شوربه العدس. انا عايزه اقول لكم يعني انا اول مره زمان او ما شفتهم بيعملوه، ايه ده، لا انا مش واكلاه مش حلو. بس بجد اما شميت ريحه العدس بيغلي والرز المحمر في قلبيه، الريحه تخليك غصب عنك عايزه تاكلي منه. ولقيت طعمه بصراحه ربنا حكايه. فبقيت احب اعمله كده. طبعا اللي بيحمر رز وعارف ان هو لازم يكتل وبعد كده بيرجع يفك تاني.
معلش يا جماعه، البرد بقى وسنين. بصوا يرجع يفك تاني من بعضه اهو. قلبي فيه كويس وباستمرار عشان خاطر مفيش رزايه تتحرق عن رزايه. بص الرز كده يلون اهو. ما توقفيش بقى تقليب كده، خليكي تقليب مستمر. ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش بقى تحطوا لايك للفيديو، تعليق حلو منكم، وتصلوا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. خلاص اهو قرب يخلص. ويا روايحك يا جمالك. بصوا انا رافعه من على النار وبقلب على السطح عشان الاحمر ما يتحرقش، واللي لسه يتقلب من السخونيه اهو بالمنظر ده. يعني تخلي بالك من كل حاجه عشان ممكن حركه صغيره تبوظ لك كل الدنيا اهو. يعني انا رافعه من على النار وبقلب على السخونيه عشان اللي لسه مبيض يحمر واللي اتحمر ما يتحرقش. بصي اهو على السخونيه من بعيد. انا رافعه عن النار قد ايه وطفيت العين اصلا اهو، واحمر على السخونيه. تعالوا بقى الحته بقى اللي بتيجي على القلب اللي هو ده. يعني مفيش احلى من كده صوت تسمعيه. هنقلبه بقى ونسيبه يغلي كويس مع بعض عشان الرز يستوي. زي ما بتحطي الشعريه كده وتسيبيه يغلي شويه في شوربه العدس. انا الجرس بيرن بيوترني، فهنسيبهم كده يغلوا مع بعض شويه ونشوف هنعمل ايه تاني. وهنا كده هنكون وصلنا لاخر مرحله. ايه هي اخر بقى مرحله؟ حته زبده. حته زبده هتخلي طعم العدس حكايه. حطيها في قلبيه. تدوب في قلب العدس كله وهتخلي الطعم بجد وبامانه تحفه وفوق الوصف. يبقى بالمنظر ده. دقيقتين 2 وهطفي عليه كده. هو بعد ما خلص ومع العيش الناشف حمصناه. وتعالوا بقى ندوق. يا ربي على الريحه بجد. بجد والله بدون مبالغه تحفه. وقرنين الشطه بقى الحراقين عاملين فيه شغل عالي. لا 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 انا مش قادره بجد، مش قادره. يبقى عايزه بقى تغمسيه او زي حالاتي باكل العيش وبشربه وراه بالمعلقه، عايزه تعمليه فته في قلبيه. انا مش قادره بجد. انا كمني مش قادره، عايزه افضل اكل واشرب فيه. فكده ما تنسونيش باللايك واعملوا سبسكرايب واعملوا شير للفيديو ونورونا بتعليقكم، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه.